أدهم، أدهم، خلي بالك من أخوك. هي عرفت اسمي ازاي؟ انا مشوفتهاش قبل كده. أنا أدهم عادل، اسكندراني، عندي 27 سنة، بقالي 20 سنة عايش في أمريكا. بس حكاية عمارة رشدي كانت بتطاردني طول عمري من وأنا صغير. بس السنة دي رجعت، ورجوعي ده ما كانش عادي. من وأنا صغير بابا كان بيحكي لي كتير عن عمارة رشدي، كل كلامه كان محفور جوايا. كان دايما عندي فضول عايز أعرف الحكايات دي خرافات ولا حقيقة. بس السنة دي قررت إن أنا أنزل علشان أتأكد. بابا كان دايما بيحكي لي وبيقول لي إن الجيران بيشوفوا الأنوار في الشقق بتفتح وتطفي لوحدها، وكمان كل يوم الساعة 3 الفجر كانوا بيسمعوا صريخ جاي كتير من جوه العمارة، مع إن مفيش حد ساكن فيها ومحدش دخلها من سنين. حتى الناس اللي في الشارع كانوا بيقولوا إن هم بيشوفوا خيالات ناس اللي واقفة في الشبابيك، والعمارة مهجورة. كل الحكايات دي خلت جوايا فضول، عايز أعرف الحكايات دي حقيقة ولا خيال. قررت أنزل وبحثت ودورت عن تاريخ العمارة، وعرفت تقريبا كل حاجة. كل حاجة ابتدت سنة 1897. الأرض اللي اتبنت عليها عمارة رشدي كانت تابعة لدير كاثوليكي اسمه دير الراهبات القبطيات. اتبنى في القرن ال18 في مكان مهجور قريب من البحر. في نوفمبر 1897 الشرطة اقتحمت الدير بعد بلاغ من الصيادين. سمعوا أصوات صريخ طول الليل. لما دخلوا لقوا 11 جثة لراهبات متكومة على بعض، وشوشهم متفحمة، بس مفيش حريق في المكان. مفيش أي أثر لعنف أو أدوات قتل أو أي مكان فيه أي حريق. التحقيق ساعتها اتقفل واتقال إن هي حالة انتحار جماعي. لكن في ورقة واحدة لقيتها في مكتبة دير سانت كاترين مكتوب فيها إن الراهبات دول كانوا بيشتكوا إن كان في كائن بينام في البير القديم وبيجي لهم في الأحلام على هيئة طفل مشوه، والموضوع اتقفل على كده. سنة 1902 الأرض اتباعت لتاجر يوناني اسمه فيكتور أنطونيوس. بنى فيلا صغيرة وسكن فيها مع مراته أنجلينا وبنته كاترين. الفيلا كانت فخمة، لكن الناس في الشارع كانوا بيحكوا عن صريخ بيطلع من جواها كل ليلة، وريحة غريبة بتطلع من الفيلا لما المطر ينزل. في يوليو 1904 الشرطة دخلت الفيلا بعد بلاغ من الجيران. لقوا أنجلينا مربوطة من شعرها في السقف وعينيها مش موجودة، وكاترين كانت قاعدة على الأرض بتضحك وعمالة تجرح في وشها بسكينة. وفيكتور ما كانش موجود، اختفى حرفيا. مفيش أي أثر ليه، لا جثة ولا ملابس ولا بصمات ولا أي شيء، كأنه ما كانش موجود في الحياة. الفيلا اتقفلت سنين كتير قوي، يجي 30 سنة. وسنة 1934 الأرض اتباعت تاني. الملك الجديد كان مصري اسمه فريد الصياد، كان تاجر أراضي ومقاول كبير وقتها. الناس حذرته خصوصا أمه، كانت بتصرخ كل ما يجي يقرب من ورق الأرض وتقول له الأرض دي مشؤومة، أنا مش مرتاحة لها. وكمان كان في شيخ أزهري كان قريبه، شاف له حلم 7 أيام ورا بعض. شاف له إن العمارة لما هتتبني شبابيكها بتتفتح، بس لما بتتفتح بتبص على جهنم. فريد تجاهل كل ده، كان طماع، كانت فرصة بالنسبة له. الأرض كانت بتتباع بسعر رخيص جدا. تجاهل كل الكلام وبدأ يبني العمارة سنة 1935. العمال كانوا بيشتكوا إن الحديد بيصدي كل يوم، وإن في صوت زي همس بيطلع من الأرض، وكانت قلوبهم دايما بتبقى مقبوضة وهم بيشتغلوا، كانوا خايفين. ويوم صب أول سقف مات واحد من العمال وهو بيضحك، حرفيا وقع من على السقالة ووشه مبتسم ودماغه مفتوحة من النص. الناس كلها اترعبت. فريد وقف وزعق لهم وقال لهم كل دي حوادث شغل، كملوا شغل وبطلوا استهبال. لكن يوم الافتتاح حصلت أول مصيبة حقيقية. واحدة من أول الساكنين في العمارة اسمها مدام شادية
دخلت شقتها في الدور التاني، وبعد أسبوع واحد بس خرجت منها لابسة فستان أبيض بس ملفوفة في كفن. جوزها قال إنها كانت بتتكلم مع الحيطة كل يوم، وإن في حد اسمه يوسف كان بيزورها كل ليلة بالليل، بس هي بس اللي كانت بتشوفه، وكانت بتقول إن هو بيقول لها إن هو هيتجوزها لما تموت. العمارة كملت الساكنين اللي فيها، بس كل شقة بقت سطر في كتاب مرعب. الشقة رقم 3 سكن فيها دكتور أطفال، انتحر بعد ما ولاده ماتوا في نفس الليلة، كلهم بنفس الطريقة، حالة اختناق ولسانهم مقطوع. التقارير قالت الاختناق بالخطأ، بس الدكتور كتب ورقة بخط إيده، قال ما قدرتش أمنعهم، كانوا بيقولوا لي العرايس اللي في الدولاب عايزة تطلع تلعب معانا. إنما الشقة رقم 4 ودي اللي بدأ فيها النهاية بالنسبة لي، صاحبي محمد دخلها وقالوا إنه سمع ست بتنادي عليه من الشباك اللي مقفول، كانت بتناديله باسمه، بس الشقة دي كانت مقفولة من سنة 82. عارفين دي شقة مين؟ دي شقة العروسة الميتة اللي شنقت نفسها يوم فرحها. بس المشكلة مش هنا، المشكلة إن كان صوتها زي صوت أمي بالظبط، وأمي كانت في أمريكا، إيه اللي هيجيبها هنا؟ إنما الشقة رقم 6 كان ساكنها ضابط بوليس اسمه هاني الجندي سنة 1987. ده بقى قتل مراته وولاده وقال إن هما مش بني آدمين. والله زي ما بقول لكم كده، قال إن هما ما كانوش بني آدمين، قال إن وشوشهم ما كانتش وشوشهم. أنا متأكد مراتي الحقيقية كانت بتتحرك جوه المراية، ومرة شفتها بتبصلي من المطبخ وكانت ما بتتكلمش. بعد حادثة الضابط دي العمارة بدأت تتقفل، شقة ورا شقة، الدور كله بقى فاضي، واللي كان بيجرب يسكن يومين كان بيمشي من غير عفشه، ده حتى كان بيخرج من غير الشبشب بتاعه من كتر الرعب اللي بيشوفه. سنة 1992 اتكتب تقرير رسمي في حي شرق اسكندرية بيقول: عمارة رشدي خطر على السلامة النفسية للسكان، ينصح بعدم تأجير أو بيع أي وحدة إلا بعد مراجعة الصحة النفسية للقانتين. بس مين؟ محدش سمع الكلام، كان في طمع، وكان في ناس بتقول كل ده كلام فاضي. وفي سنة 1999 دخلها فريق تصوير برنامج تلفزيوني، كانوا بيعملوا حلقة عن البيوت المسكونة. في أول ليلة تصوير الكاميرات سجلت صوت ست بتغني تهويدة كده للأطفال، لكن وقت المونتاج اكتشفوا إن الأغنية بالقبط القديم ومفيش أي حد نطق بيها، ولا المونتير نفسه قدر يفهمها. ومش كل ده وبس، واحد من فريق التصوير اسمه خالد درويش اختفى بعدها بأسبوعين. لقوا تسجيل ليه على موبايله بيقول: أنا شايف عمري بيتكرر قدامي، نفس المشهد في نفس الشقة، نفس صوت الست، بس كل مرة بينتهي بالأسوأ. وفي سنة 2010 الحكومة عرضت تبيع العمارة بالكامل لمستثمرين من الخليج، كانوا ناويين يهدوها ويبنوا مكانها برج كبير. جموا معاهم المهندسين، بس الحفار أول ما اشتغل سن الحفار اتكسر، وفي صوت طلع من الأرض زي شهقة كبيرة، كلهم حسوها في صدورهم قبل ما يسمعوها بودانهم. الليلة دي المهندس المسؤول رمى ورق المشروع كله في البحر وقال جملته الشهيرة في محضر الشرطة: الأرض دي ما بتتسكنش، الأرض دي مش عايزة حد يدخلها. بعد محاولة الهدم في 2010 العمارة فضلت واقفة ساكتة من بره، بس أنا متأكد إنها ما كانتش ساكتة من جوه. في 2015 نزل تقرير في مجلة أجنبية متخصصة في الهندسة المعمارية بتصنف عمارة رشدي ضمن أكتر الأبنية المثيرة للجدل في الشرق الأوسط، مش بسبب التصميم، لأ، بسبب عدد البلاغات اللي اتسجلت ضدها وعدم وجود سبب قانوني كافي لهجرها التام. وفي سنة 2017 واحد من ولاد فريد الصياد اللي بنى العمارة حاول يدخلها علشان يبيعها لورثة جدد،
يومها حصل له حادث غريب، وقع من على أول سلم من غير ما حد يلمسه. والغريب الأكتر إنه مات بنفس طريقة أول عامل مات سنة 1935. وشه بيضحك ضحكة مش مفهومة، وجمجمته مفتوحة من النص زي العامل بالظبط. أنا هنا من كام يوم، لكن طول عمري بشوف كوابيس عن المكان. العمارة اللي عمري ما دخلتها، لكن لما رجعت من أمريكا بعد غياب 20 سنة كان لازم أعرف هل الكوابيس دي مجرد خيال ولا ذكريات متحوشة بسبب حكايات بابا عنها. ما كنتش فاهم حاجة، بس كان جوايا إحساس إن في حاجة مستخبية. من يومين دخلت العمارة، مش بالباب الرئيسي طبعا لأنه مقفول، دخلت من ورا من سلم الطوارئ. كل الشقق كانت فاضية بس مش ساكتة. سمعت نفس الصوت اللي صاحبي محمد سمعه، صوت ست بتنادي عليا باسمي. بس المرة دي كنت مستعد أقعد قدام باب شقة 4. شغلت تسجيل صوتي وسبت الموبايل يسجل، وأنا سايب السماعة في ودني علشان مفيش حاجة تشتتني. الصوت اللي اتسجل ما كانش مرعب، كان أهدى من كده. بس اللي خلاه يرعبني إن هو كان نفس صوت أمي، نفس الجملة اللي كانت بتقولها: خد بالك من أخوك يا أدهم، مفيش حاجة بتحمينا غير بعض. المشكلة مش هنا، المشكلة إن أنا وحيد، ما عنديش إخوات. رجعت بيتي بعدها وأنا شايل الموبايل وقلبي تقيل. تاني يوم لقيت ورقة صغيرة محطوطة تحت باب الشقة اللي أنا قاعد فيها، ورقة قديمة لونها مصفر، مكتوب عليها بخط شبه خط أمي، مكتوب فيها جملة واحدة بس: خد بالك من أخوك يا أدهم، مفيش غيرنا بنحمي بعض غير بعض. كلمت أمي في أمريكا وسألتها: هو أنا كان ليا إخوات؟ المفاجأة إن قالت لي: أيوه، كان ليك أخ أكبر منك بس مات وهو صغير. سألتها: مات إزاي؟ وما قلتليش ليه قبل كده إن أنا ليا إخوات؟ قالت لي: لأن ما كنتش حابة إن أنت تعرف حاجة زي دي، ولا أنا كنت حابة أعيد الذكريات دي تاني. قلت لها: مات إزاي؟ قالت لي: كان بيلعب مع باقي الولاد في الشارع، أصحابه لقوه طالع عمارة رشدي لوحده عشان يتفرج عليها، بس هم خافوا مرضوش يطلعوا معاه وحذروه، قالوا له ما تطلعش العمارة دي مسكونة، بس هو صمم وطلع. بعدها مفيش بربع ساعة أصحابه لقوه واقع من على السطح بتاع العمارة وميت قدام باب العمارة. وهو ده السبب اللي خلانا نروح ونهاجر أمريكا، إن ماما وبابا ما قدروش يعيشوا في نفس الشارع اللي أخويا مات فيه وبسبب مجهول. بس مع إن أنا وباباك اتفقنا إن محدش فينا يحكي لك حاجة، بس باباك للأسف كان بيحكي لك كتير عن العمارة من كرهه فيها، وعلشان يحذرك إن أنت لو رجعت في يوم من الأيام ما تقربش منها. كان خايف عليك برضو. ألو ألو يا ماما، ألو. المكالمة فصلت، بس فصلت وسابت جوايا فضول غريب خليني عايزة أعرف السر اللي محدش لحد النهاردة عارف يفهمه عن عمارة رشدي. بعد مرور السنين دي كلها العمارة لسه واقفة، بس السؤال اللي محدش عارف له إجابة: هي مهجورة ولا ملعونة، ولا إيه سبب اللي بيحصل فيها؟ بس أنا بعد الكلام اللي أنا سمعته مش هسيب العمارة دي، لازم أعرف السر اللي جواها.